انا نادي القرن وبعلنها، هاتوا فرقة ما كسرتش عينها، انا ملك التسعين والكيف في الملعب اخصامي باينها. مساء الخير، مساء الخير على شعب الأهلي العظيم في أي مكان في الدنيا. معاكم عماد سعد في برنامجكم كبسولة العمدة، الحلقة رقم 31، حلقة يوم الثلاث. وزي ما متعودين في كل حلقاتنا اللي فاتت، قبل ما نتعرف على موضوعات ومحاور الحلقة، أكيد أنا مدين بالشكر لكل أصدقائنا وحبايبنا الأهلاوية اللي بيدعمونا وبيتفاعلوا معانا في كل الحلقات اللي فاتت. وده بيخليني اطلب منكم يا اهلاويه جمال دعم اكتر واكتر. يعني كل اهلاوي جميل وكل اهلاويه جميله بتتفرج علينا ما يستخسرش فينا اللايك، واللي اتفرج علينا ولسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. واتمنى بعد نهايه الحلقه انها تنال احترامكم واعجابكم، وده يخليكم ان انتوا تشيروها لنا على كل منصاتكم، وقناتنا المتواضعه دي تكبر بعد فضل ربنا يكون بفضلكم انتوا يا اهلاويه. ودلوقتي يلا نتعرف على موضوعات ومحاور الحلقه. الأهلي العظيم بعد السوبر. أزمة الرائع أحمد السيد زيزو تشتعل في ميت عقب. اللاعبين هنا وهناك. بطولات السد العالي الحقيقي. وصلنا لكام بين الهرم الحقيقي والقلعة المزيفة؟ المنجم طلع الدهب. اخبار تيك اواي. ودلوقتي مع الفقره الاولى في حلقتنا النهارده، وهي الاهلي العظيم بعد السوبر. انتوا متخيلين يا اهلاويه في رقم يمكن محدش ذكره بعد بطوله السوبر، ان بعد البطوله دي وبعد حصول الاهلي العظيم على اللقب رقم 16 في السوبر المحلي، انتوا عارفين احنا محليا البطولات المحليه بس دوري وكاس وسوبر محلي، عارفين وصلنا كام؟ 100 بطوله محليه. احنا واصلين 157 بطوله اجمالي، ولكن محليا بس احنا محققين 100 بطوله، 100 بطوله كامله. 45 دوري 39 كاس 16 سوبر، يبقى كده كله 100 بطولة محلية. شو اقول لكم، الاهلي ده عظيم ملوش منافس. طب بعد فوزنا على الزمالك في بطولة السوبر اللي اقيمت من يومين، اول امبارح يوم الاحد في الامارات الجميلة الشقيقة، يعني احنا عارفين محققين في كل البطولات على نادي الزمالك كام فوز؟ احنا محققين 101 فوز على نادي الزمالك. يعني احنا حققنا بعد السوبر 100 بطولة و101 فوز على الزمالك. يعني محققين عليهم 51 فوز في الدوري، دوري القاهرة محققين عليهم 21 فوز، كاس مصر محققين عليهم 17 فوز، دوري ابطال افريقيا 6 فوز، كاس السوبر المحلي 5 ما قلناش 8 5، وكاس السلطان حسين كسبناهم مرة. يبقى إجمالي فوزنا على نادي الزمالك في كل البطولات 101 فوز. طب تعالوا بقى نشوف بطولاتنا، بطولات الأهلي العظيم بعد السوبر. احنا كتير جدا بيتكلموا بيقولوا 156، هم 157 يا جماعة، لأن كله بيتجاهل بطولة كاس بطولة السيدات. احنا السنه اللي فاتت حققنا اول بطوله في تاريخ السيدات، بطوله الكاس. احنا محققين على مستوى الرجال 156 بطوله. تقسيمتهم ايه؟ احنا محققين 45 دوري، 39 كاس زي ما قلنا، 16 دوري ادي، لا عفوا 16 دوري منطقه القاهره غير ال 16 سوبر، 16 دوري و16 سوبر. دوري منطقه القاهره قبل بطوله الدوري اللي اقيمت موسم 48 49. محققين 12 بطولة دوري أبطال أفريقيا، محققين 8 سوبر أفريقي، محققين 7 كاس السلطان حسين، محققين 4 كاس أفريقيا لأبطال الكؤوس، محققين 4 بطولات عربية، كاس الجمهورية العربية المتحدة، الكونفدرالية، بطولة الأفرو آسيوية مرة، كاس الاتحاد المصري مرة، كاس القارات الثلاث مرة، كاس القارات الثلاثة اللي حققناها السنة اللي فاتت في ديسمبر 2024. دول مجموعهم 156 بطولة، نضيف عليهم بطولة كاس السيدات، يبقى احنا كده محققين 157 بطولة في كرة القدم. الله عليك يا أهلي يا عظيم، الله عليك، ارفع راسك فوق يا كل أهلاوي.
ويدعوا ان في منافسه. فين احنا ملناش منافس محلي، ده الناس بتخربش من بعيد، هما بس صوتهم عالي، ادائهم وبطولاتهم وارقامهم ولا حاجه جنب الاهلي العظيم. طب تعالوا يعني من ضمن المفردات اللي تخلينا نتكلم كده مع بعض بين لاعبتنا ولاعبته. يعني في ملعب النادي الزمالك في 3 لاعبين ارتدوا تيشيرت الاهلي قبل ما يرتدوا تيشيرت الزمالك، هم عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي، صح؟ طب في الاهلي في 3 لاعبين هم ما لعبش الثالث، لكن في الماتش اللي فات السوبر كان في لعيب ارتدى تيشيرت الزمالك قبل تيشيرت الاهلي العظيم، هو الرائع احمد سيد زيزو، الرائع اشرف بن شرقي، وقبليهم امام عاشور. طب اللعيبه دي لعبت وهي بتيشيرت الزمالك قدام الاهلي عملت ايه؟ زيرو ولا حاجه. من اول ما ارتدوا تيشيرت الزمالك ما حدش فيهم عارف يعمل حاجه قدام الاهلي. طب اللعيبه اللي ارتدت التيشيرت المجد، التيشيرت اللي هو بيضاعف القدرات، التيشيرت اللي بيعمل التاريخ، التيشيرت اللي بيعمل الارقام، التيشيرت اللي بيعمل كل حاجه حلوه، طب عملوا ايه لما ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي العظيم قدام ناديهم السابق؟ امام عاشور سجل وصنع في بطوله الكاس اللي اقيمت في السعوديه لو تفتكروا، جاب جون وصنع جون، يبقى دي مساهمتين. اشرف بن شرقي سجل مرتين، جاب جون في الدوري وجون في السوبر، ادي كمان مساهمتين في 3 ماتشات. احمد السيد زيزو لعب ماتش واحد قدام الزمالك، عمل مساهمه، عمل اسيست عالمي لاشرف بن شرقي في الهدف الاول. يبقى احنا اللعيبه دول عملوا 5 مساهمات قدام 0. ودلوقتي مع الفقره الثانيه في حلقتنا النهارده، وهي ازمه كابتن زيزو تتصاعد في 100 عقبه. الحقيقه احنا شفنا على منصه التتويج في بطوله السوبر من يومين، واتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت، ان كابتن زيزو سلم على كل اللي على المنصه بمنتهى الاحترام، وسلم على كل لاعبي الزمالك، وحضن كابتن احمد عبد الرؤوف، ويعني وتمنى له التوفيق فيما هو قادم يعني. طب ليه تجاهل السيد نائب رئيس نادي الزمالك هشام نصر؟ وقلنا ليه في الحلقه اللي فاتت برضه. لقينا بقى الازمه دي تصاعدت جدا في 100 عقبه. هم طبعا ما بيصدقوا اللي يمسكوا حاجه عشان ننسي الناس الخيبه اللي بتلاحقنا في كل مواجهاتنا قدام النادي الاهلي. فنعمل ايه؟ نعمل بقى بالونه كبيره وبص العصفوره وانسى بقى البلوه، ان انا خسران وان انا يعني فريقي حاله يرسى ليه يعني. المهم عايزين نقدم شكوى في لجنة الانضباط علشان نوقف كابتن زيزو عشان هو تجاهل مصافحة السيد هشام نصر ممثل نادي الزمالك على المنصة. مبدئيا رد عليهم الصحفي النابه جدا احمد عبد الباسط مع استاذ ابراهيم فايق الاعلامي الجميل في MBC. قال ما فيش في لائحة السوبر اي عقوبات ممكن تدين زيزو، مش انتوا نفسكم انتوا هم اللي دافعوا عن مريم مصطفى لما عملت نفس الموقف. مريم مصطفى لاعبة كرة الطايرة في نادي الزمالك اللي انتقلت من الاهلي للزمالك في الوقت اللي لم يعني ما فيش واحد مسؤول في النادي الاهلي لا جرح في مريم مصطفى ولا اخطأ في حقها ولا كل عليها حقوقها ولا او عملت الموقف ده، وكلكم دافعتوا عنها. طب زيزو عايزين تسرقوه في 82 مليون جنيه مستحقاته عندكم. هشام نصر مش هو اللي طلع قبل وهو لسه على قوة نادي الزمالك؟ زيزو كان في برنامج اعتقد مع سيف زاهر وقال لك زيزو طالب 60 مليون واكتر، وزيزو هيخرب اوضه اللبس، وابتدى بقى يشغل اللجان الالكترونيه عليه. اي حد حر كان هيرفض مصافحتك. ودلوقتي مع الفقره الرابعه في حلقتنا النهارده، وهي ارقام السد العالي الحقيقي في النادي الاهلي، وهو كابتن محمد الشناوي. اللي يفتكر معانا الحارس الخائن اللي خان النادي الاهلي وهرب في 2008، كان جمهور النادي الاهلي اطلق عليه السد العالي. وفي اول ماتش بعد هروبه بعد ما لعب كابتن امير عبد الحميد، قال جمهور الاهلي بنينا سد واتهد وامير السد الاشد. اللي سنه كبير او متابع كوره من 2008 او قبل كده هيفتكر الكلام ده. النهارده بنقول احنا بنينا سد واتهد ودوسنا عليه، هديناه ودوسنا عليه وبنينا سد حقيقي نفخر بيه. وابرز لاعبي الجيل ده السد العالي كابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي بعد بطولة السوبر بيكون اتم 27 بطولة مع النادي الاهلي، معظمهم هو الكابتن تقريبا بعد اعتزال كابتن وليد سليمان.
27 بطولة بدور حقيقي ليك فيه يا كابتن، زائد 4 ميداليات برونزية في كأس العالم. ايه 27 بطولة؟ فاز ب8 دوري أبطال، 8 دوري عام مصري، فاز ب7 سوبر مصري، فاز ب5 كأس مصر، 4 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، بطولة القارات الثلاثة دول مجموعهم 8 و7 15 و5 20 و4 24 و2 26 و1 27. 27 بطولة و4 ميداليات في كأس العالم. عايزكم يا أهلاوية شوفوا كلام اللاعبين مع الأستاذ يعقوب السعدي في لقاءاته بعد السوبر. وعلى فكرة أبو نواف الأستاذ يعقوب السعدي الرائع خطر قوي على ليه خطر؟ لأنه ما كانش بيسيب للضيف يزيف الحقائق ويقول أوهام، بيواجهه. اوعى يا كل مذيع تسيب الضيف يقول أي حاجة ويزيف العقول وتقول العهدة عليه، أنا ماليش دعوة. لا، مفيش حاجة اسمها، برنامجك مسؤول. أنت كمقدم برنامج أنت مسؤول. هيتقال برنامج كذا للمذيع كذا كان معاه فلان، أنت بتتحمل المسؤولية المهنية. لكم شأنكم، أنتوا عايزين تكونوا كده. المهم شوفوا كلام حد زي كابتن ياسر ابراهيم وكابتن حسين الشحات وكابتن محمد هاني وكل اللعيبه الجميله اللي كان، وكابتن كروان عطيه في الاستديو بعد النهائي. شوفوا كلامهم عن كابتن محمد الشناوي. شوفوا قد ايه دوره هام جدا ككابتن للنادي، دوره رائع جدا في اوضه اللبس. قال لك في امور كان هو بيتحملها على نفسه علشان اوضه اللبس تفضل محافظه على استقرارها. الله عليك يا كابتن شناوي. كلنا كأهلاوي بنفخر بيك، بننتقدك وقت السلبيات لانك بني ادم، مفيش بني ادم لا يخطئ في عمله، لكن المهم ان الاخطاء ما تكونش كتير. وفعلا ده انت معاك الاخطاء مش كتير. دورك الايجابي اهم واكبر بكتير جدا من السلبيات اللي ممكن تخرج منك. فقرتنا الخامسه بقى النهارده فقره بحبها قوي، ان في كل وقت لازم نعرف الفجوه الكبيره. كانت فجوه، دلوقتي بقت هو صحيقه بيننا وبين اي حد بيدعي ان هو بينافسنا. من اول حلقه ناقشنا اكبر شعار زائف في التاريخ، وهو الشعار اللي ادعاه السيد حسين لبيب منذ انتخابه رئيسا لنادي الزمالك، انه نادي الزمالك هو اكبر قلعه رياضيه. ومن اول حلقه فندنا ان كل الكلام ده بلح. لكن مع الوقت احنا لازم نعمل ابديتنج. احنا وصلنا اللي هو الصحيحه دي اللي عماله تكبر بقت قد ايه بين الهرم الرياضي الحقيقي وهو النادي الاهلي والقلعه المزيفه اللي ادعت ان هي اكبر قلعه. تعالوا نشوف بطولاتنا وبطولاتهم منذ انتخاب حسين لبيب بس، مش تاريخيا، لا 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 لا، ده خلال السنتين اللي فاتوا دول وداخلين في 3 سنين. في كرة القدم رجال الاهلي محقق 8 بطولات، هم محققين 3. كرة قدم سيدات احنا محققين بطولة، هم 0، وهتلاقوا 0 ده كتير قوي معاهم. كرة طايرة رجال احنا محققين 7 بطولات، هم 1. كرة طايرة سيدات احنا محققين 5 بطولات، هم محققين 3. واثبتنا من اول حلقة ان الثلاث بطولات دول اتحققوا ببنات النادي الاهلي اللي خدوا 5 لعيبة، ومرة تانية بعدها خدوا لعيبة تانية 6 لاعبات. المهم كرة يد رجال 11 بطولة، هم 0. كرة يد سيدات احنا 6 بطولات، هم 0. كرة سلة رجال احنا 4 بطولات، هم 0. كرة سلة سيدات احنا محققين 7 بطولات، هم 0. ايه الاصفر دي كلها؟ ربنا يزيد اصفركم تبقى في كل حاجة. انتوا عارفين المجموعة قد ايه؟ احنا 49 بطولة وهم 7. 7 قدام 49، ابو اكبر قلعة رياضية. يعني احنا 7 اضعاف. انت لو ضربت ال7 دي في 7 توصل لينا. يعني احنا قدكم 7 اضعاف. ودلوقتي مع الفقرة السادسة في حلقتنا النهاردة، وهي المنجم طلع الذهب. ايه المنجم وايه الذهب؟ عفوا يا اهلاوي. المنجم اللي انا شايفه هو قطاع ناشئين النادي الاهلي من وجهة نظري المتواضعة. شفنا في كاس العالم تحت 17 سنة اللي بتقام في قطر مع المدرب المهذب الزملكاوي كابتن احمد الكاس، مدرب محترم ومهذب. حققنا في اول ماتشين نتائج كويسه جدا. كسبنا هايتي، كسبنا اول ماتش 4-1 وتعادلنا مع فنزويلا متصدرة المجموعه 1-1، لكن مع الاسف امبارح خسرنا 3-0 من انجلترا. لكن
في مجموعه من اللاعبين ظهروا مع المنتخب دوت اكتر من رائعين، حتى يعني كان الكلام عليهم من قبل كده. الفرود الرائع، المهاجم الرائع حمزه عبد الكريم، بلال عطيه، مهند الشامي الباك الشمال اللي كلمتكم عليه من الحلقه الرابعه، وفي لاعب مساك تاني اسمه عمر كمال. رجاء نظره لقطاع ناشئ النادي الاهلي. الناس ديت هنصبر عليها، احنا صبرنا على طاهر محمد طاهر، وصبرنا على احمد عبد القادر، وصبرنا وهنصبر وهندعمهم. فما بالك بقى لما يبقى ناشئ، نبقى احنا كجمهور عارفين ان دول قدامهم عمر كبير هيشيلوا الفانيلا دي بامانه، زائد ان هم طالعين من قطاع الناشئين متشربين بروح الاهلي. نظره من مسؤولي نادينا للاعيبه دي جواهر بجد. اللي يتفرج على حمزه عبد الكريم ده حته فرود، ربنا يصونه ويحافظ عليه. بلال عطيه، امام عاشور الجديد، امام عاشور. مهند الشامي ده حته باك شمال، صدقوني انا شايفه افضل من فؤاد الزهواني لاعب اتحاد التواركه اللي بنفاوضه، ممكن يجي تحت السن اللي اتكلمنا عليه الحلقه قبل اللي فاتت. لعيب كويس فؤاد التواركه، لكن صدقوني مهند الشامي انا شايفه معادل ليه ان لم يكن افضل. زائد قطاع الناشئين عندنا فيه مجموعه لاعبين. عمر سيد معوض ده حته لعيب فريق 2005. محمد رأفت فرود، يعني انا مش متخيل احنا لو طلعنا حمزه عبد الكريم ومحمد رأفت واللعيبه دي نصبر عليهم، نجيب فرود افريقي ونجيب فرود قوي اساسي، لكن دول برضو يبقى ليهم نظره. ماتش احنا متقدمين فيه 2-3 ينزل لعيب زي ده ياخد الثقه، هنكسب لاعبين جواهر حقيقي. عندنا مجموعه لاعبين يا جماعه، نظره ليهم، نظره للجواهر اللي طالعه من المنجم بتاعنا. دهب بكل معاني كلمه دهب. ودلوقتي وصلنا لاخر فقرات حلقتنا النهارده، وهي اخبار تيك اواي. الفقره اللي ناس كلمتني حتى بالتليفون قالت لي الفقره دي حلوه، اصدقاء ليا يعني مشتركين في القناه كلموني تليفون قالوا لي الفقره دي كويسه، فحاول تحافظ عليها يعني. فعلى قد ما نقدر كل ما يكون في اخبار هنعرضها. اتفقنا المبدا اخبار تيك اواي دي احنا بنقول خبر من غير تعليق. اخبار تيك اواي جوه الاهلي. الفريق بعد بطوله السوبر اجازه وهيرجعوا للتدريبات يوم السبت الجاي، والمدرب نفسه يستروب سافر الدنمارك، وفي بعض اللعيبه فضلت في الامارات، وفي بعض اللعيبه سافرت بره، وفي بعضهم رجع مصر. فوز فريق الاهلي العظيم امبارح الاثنين مواليد 2007 على الزمالك 3-2 عادي. نادي مارسيليا الفرنسي بيقدم عرض للتعاقد مع حمزه عبد الكريم. اتمنى لا، ده رايي المتواضع، اتمنى لا. الاشاعه بعد ماتش السوبر اثبتت اصابه تريزيجيه بشد بسيط في العضله الخلفيه، هيحتاج للراحه مش اكتر من 10 ايام ان شاء الله اقل، ويرجع بعدها للتدريبات الجماعيه. اللاعب احمد عبدين، وده برضو حته مساك ممتاز، وده اتفرجنا عليه لما لعب في الدوره التنشيطيه اللي بتقيمها الرابطه، دوري الرابطه ده اللي هو لما بيبقى فيه ايقافات. اتفرجت على ماتشين ليه، الواد ده عفوا اللاعب ده كويس قوي احمد عبدين ده. المهم جاي له عرض معايشه في نادي فماليكاو البرتغالي. طب الاخبار التيك اواي بقى بره الاهلي. في الدوري الاسباني الاسبوع ده تعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو، وبرشلونه الحمد لله كسب سيلتا فيجو. انا برشلوني ومعترف، انا ما بشجعش فريق في الدنيا كلها بيلبس ابيض، من انتوا فاهمين بقى. المهم بقى اصبح ترتيب الدوري الاسباني ريال مدريد الاول 31 نقطه، برشلونه الثاني 28 نقطه، فيا ريال الثالث 26 نقطه. طب الدوري الانجليزي، على فكره الدوري الاسباني كده لعبوا 12 ماتش، كل الفرق تساوت يعني. في الدوري الانجليزي كل الفرق لعبت 11 ماتش. طبعا كان في نتيجه يوم ماتش السوبر، بس ما حدش بص لها لانشغال الكل بماتش الاهلي والزمالك. هي فوز مانشستر سيتي مع بيب جوارديولا على ليفربول 3-0. فوز كبير جدا في المباراه رقم 1000 لبيب جوارديولا، الاب الروحي للكره في العصر ده. غير حاجات كتير قوي في الكوره، عمل متعه كبيره. اللي بيتفرج على اي فريق بيدربه بيب جوارديولا فعلا بيشعر بالمتعه. المهم اصبح ترتيب الدوري الانجليزي الارسنال المدفعيه الجانرز الاول 26 نقطه، الثاني مانشستر سيتي 22 نقطه، وان شاء الله مانشستر سيتي هيحصلهم 22 نقطه. الثالث تشيلسي 20 نقطه، مع الاسف ليفربول في المركز الثامن او التاسع. الدوري الايطالي بعد ما كل الفرق لعبت 11 ماتش
الترتيب: انتر ميلان الاول 24 نقطه، روما الثاني 24 نقطه، اي سي ميلان الثالث 22 نقطه، نابولي الرابع 22 نقطه. احنا ذكرنا الرابع لانه نفس نقاط الثالث. طيب الدوري الالماني، وده دوري كامل العدد، يعني المدرجات كلها بتبقى كامله. يعني بعد ما كل فريق لعب 10 ماتشات كل الفرق، الترتيب العظيم بايرن ميونخ لانه بيرتدي التيشيرت الاحمر الاول 28 نقطه، الثاني لايبزيج 22 نقطه، الثالث بروسيا دورتموند 21 نقطه. وبكده يا اهلاويه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، حلقه يوم الثلاث. اتمنى من كل قلبي انها تنال احترامكم قبل اعجابكم، ولو ده حصل اتمنى بقى من كل اهلاوي ما بخلش علينا باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، واتمنى تشيروها لنا على كل منصاتكم عشان نوصل لاكبر عدد من الاهلاويه، وقناتنا المتواضعه دي تكبر بعد فضل ربنا يكون بفضلكم انتوا يا اهلاويه. كنت سعيد جدا جدا صدقوني كالمعتاد وانا معاكم. اقابلكم ان شاء الله على خير في حلقه يوم الخميس. يا رب تكونوا جميعا من اهل الدنيا، وربنا يمتعكم بالصحه والعافيه. اشوفكم على خير. عماد سعد، كبسوله العمده. سلام يا اعظم جمهور في الدنيا لاعظم نادي في الكون، هرم مصر الشامخ، النادي الاهلي العظيم.